اتعادلنا، طلعنا بالتعادل اهو زي ما احنا ما قلنا يا جماعه. الاهلي بيتعادل خارج ارضه وصفر صفر. الاهلي على العال بامانه. الاهلي بيواصل تألقه، سلسله اللا هزيمه، 21 مباراه بدون هزيمه، ويوصل للنهائي ب 12 مباراه ما يخشش في مرمى جول واحد. منظومه دفاعيه عاليه جدا جدا جدا. الترجي كنت تقدر تكسبه النهارده مستريح، بس ما اعرفش لعيبه الاهلي مالها. الترجي النهارده بعد ال 60 دقيقه مش موجود، ضايع. الاهلي ثلاث كور رايحين 3 على 3 و3 على 2 وحاجه غريبه، والاهلي بيضيع كور غريبه مش عارف ليه. والكور دي الكور دي هنندم عليها، خليكم فاكرين. الكور دي هنندم عليها لان انا مش متفائل بالنتيجه دي، وحاسس ان الترجي هيجي يكسبنا هنا 1-0. مش عارف ليه انا حاسس كده، بس اتمنى ان ده ما يحصلش. بس حاسس مصطفى شوبير عمل ارقام 8 مباريات بدون اي جول، 8 مباريات شباك نظيفه. حارس لسه يا جدعان بيلعب وعلى العال. ارقام بيعملها النادي الاهلي. مش عارف انا. بيرسي تاو في كوره غريبه كده كان المفروض يستلمها ويحط. ترجي مضيع كوره في اول 5 دقايق، كوره كانت ممكن تغير الماتش 180 درجه. عارفين ليه؟ لعبوا على كوره. ركز قبل الكوره دي على طول هتلاقي محمد هاني الوينج بتاعهم سحبوا لجوه، راح محمد هاني مش عارف بالله عقلانيه راح داخل معاه لجوه وفضى وراه خالص، راح الباك راح طالع بقى انفراد بمنتهى السهوله، راح لعبها كانت هتيجي جول. يعني عمالين يسحبوا الوينجين، عمالين يسحبوا علي معلول الباكين، علي معلول ومحمد هاني. اللعيبه عماله تضغط لتحت عشان المفروض ما تنجرفش، سلموا نص الملعب بتنزل معالي وتفضي وراك. بس في النهايه الحمد لله، الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هنا يجي يكسب، رغم ان انا مش متفائل بصراحه، مش متفائل بالنتيجه دي خالص. مش عارف ليه، بس انا حاسس ان انا كده في حاجه غلط. بس ان شاء الله مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نعمل مباراه يوم السبت الجاي، مباراه عاليه قوي 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 قوي، والاهلي يكسب البطوله باذن الله باذن الله. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك الشوط الاولاني ولسه الشوط الثاني في مصر. ان شاء الله اللي جاي احلى باذن الله، اللي جاي احلى والاهلي احلى واحلى واحلى. وما تنسوش هنعلن بكره عن الفايز في المسابقه، بكره نتيجه الاعلان عن الفايز في المسابقه. يا ريت كله يستنى عشان هنعمل ان شاء الله هنعمل فيديو توب التوب باذن الله.